السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل كده حاجة جديدة ولذيذة نقدر نقول عليها كب كيك حادق، بس مقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. ونعمل كده شكل معجنات لذيذ، يا خرابي لو كنتوا شميتوا ريحته بس ولا جماله. بصوا شكله جميل ازاي وهو شكل الكب كيك وهو جواه شوكولات كده ومربى، يا خرابي مقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. بصوا شكله تحفة ازاي وبطريقة سهلة جدا ومش هتتعبنا خالص. هجيب عندي كوباية لبن دافي، احط عليها معلقة سكر صغيرة وكيس خميرة فورية. بعد كده اقلبهم كويس جدا، اقوم بقى حاطة بيضاية. بعد كده اول ما يتقلبوا كويس جدا احط عليهم طبعا فانيليا عشان البيض. 3.5 كوبايات دقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. انزلهم كده تدريجيا زي ما انتوا شايفين، وابدا اقلب كويس جدا كل شوية كده اتأكد ان العجينة بتاعتي تمام. وبعد كده اكتشفت انها فعلا محتاجة نص كوباية الباقية، قمت زودتها كده حطيت بالظبط 3 كوبايات ونص. اول ما تبدا انها تلم معايا حطيت لها معلقتين سمنه كبار وقلبتها طبعا وعجنتها كويس جدا، وبس كان شكلها كده. هبدا بقى ان انا اخطيها وادخلها بقى تخمر كده براحتها خالص، اسيبها وقت كبير. بعد ما خمرت بقى زي ما انتوا شايفين فرغت الهواء اللي فيها، هبدا ان انا افردها زي ما انتوا شايفين وهقسمها نصين. كل نص هقسمه لنصين تانيين، وكل واحده بقى هقسمها ل4 زي ما انتوا شايفين كده. هتعمل معايا كام واحده؟ 12 واحدة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما عملتهم زي مثلثات كده هبدأ ان انا بقى اخد واحد واحد كده زي ما انتوا شايفين، اكوره واخلي كل واحد كورة بحيث يسهل عليا الشكل لما اجي ابدأ ان انا احشيه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الكور زي ما انتوا شايفين هبدأ بقى ان انا اجيب كورة كورة افردها الاول. الصينية بتاعة الكب كيك هدهنها زيت، افردها بقى زي ما انتوا شايفين، احط فيها المربى. هنعملها بالشكل ده، وبعد ما نعملها كده هنلفها. بس دلوقتي هنشوف طريقة مع بعض واشرح لكم ببساطة شوية، بس قلت اوريها لكم الاول قبل ما اقول لكم بنعملها ازاي. بس احنا بنلفها وبعد كده باخدها احطها كده، اقفلها جوه بعضها كده واحطها في قالب الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده. بس تعالوا بقى نعمل واحدة كده بالراحة مع بعض. بعد ما حطيت جواها المربى وقفلتها مقطعة الحتة اللي عندي ل6 واقوم برمها ولفها زي ما انتوا شايفين وقفلها من الجنبين. هي بس كده زي ما انتوا شايفين. تاني هجيب البريد هحط المربى في الاول حته فيها، بعد كده اقطعها زي ما انتوا شايفين ل6، اقوم بقى برماها كويس جدا وقفلها من الطرفين واحطها كده على بعض في قالب الكب كيك. بس زي ما انتوا شايفين، وكملت بقى باقي العمليه دي في ال6 اللي كانوا باقيين عندي. وكمان انا حشيت كمان حادق، بس هي كانت احلى في اما حطيت فيها مربى وشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. نكمل بقى ال6 الباقيين، هنعمل زي ما قلت لكم 12. وكمان هنسيبها بقى تخمر، يعني سيبيها تخمر حبه حلوين. وطبعا عشان الجو ساقعه، فانا بعمل عشان اهيئ لها جو، بشغل الفرن وبعد كده اقوم قافلاه واحطها فيه شويه، واحطها بقى في الفرن تلت ساعه بالظبط و5 دقايق على الشوايه. يا لهوي لو كنتوا شميتوا ريحتها ولا شفتوها اما طلعت كده وهي سخنه، بجد يا جماعه طعمها جميل جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، والف هنا وشف، مستنيه رايكم.